الامتحانات خلاص يا صديقي أصبحت على الأبواب. مين؟ مالك يا حبيبي مالك؟ مساء الخير يا جماعه. وانت كالعاده يا صديقي مفيش فيك فايده وبرضه بتحب الزنقه بتاعت كل سنه. ولان جات لي رسائل كتير جدا على انستجرام، يا طارق خلاص الامتحانات بتقرب، وفي ناس فعلا امتحاناتها اخر الشهر ده يوم 28 ومش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين يلموا المنهج المتراكم عليهم ازاي. طلبوا مني ان انا اعمل لهم حلقه كامله عن ازاي تلحق تلم المنهج قبل الامتحانات. وانا بالفعل يا صديقي عملت لكم حلقات قبل كده عن طريقه المذاكره السليمه، وعملت لكم فيديو برضو عن ازاي تلم المنهج المتراكم في 10 نصايح كده. بس الحلقه بتاعت النهارده فيها نصايح مهمه وما ذكرتهاش قبل كده، فبنصحكم تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتشوفوا الحلقه دي وتركزوا فيها وتتابعوها للنهايه، لان فيها كلام مهم جدا جدا جدا. لان هنتكلم فيها عن الاسباب اللي بتخليك تقعد تذاكر وتجتهد وتتعب وفي الاخر تلاقي المعلومات مش في دماغك اصلا، او ازاي اصلا الوقت بيسرقك وما بتلحقش تلم المنهج في الوقت القليل اللي لسالك ده. المهم يا صديقي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي كويس جدا وتركز معايا للاخر. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وتعالى يلا صديقي نتكلم عن إزاي فعلا تلحق تلم المنهج بتاعك قبل الامتحانات. عشان أكون يا صديقي واضح معاك في حلقة النهاردة، أنا جاي النهاردة أحل لك مشكلة كبيرة جدا هي السبب في كل اللي احنا فيه ده، اللي هي يا صديقي إنك فعلا مش قادر تلم المنهج اللي وراك، وكل ما تذاكر حاجة يا صديقي بتطير من دماغك. خليني أقول لك ان انا كان ممكن فعلا السنه كلها ما ذاكرش واجي فعلا اتزنق في اخر شهر زيك كده، بس كنت بقدر بلم المنهج بتاعي كله وبدخل الامتحانات بتاعتي وبخرج ومعايا تقدير كويس كمان. ده انا كمان يا صديقي كان ممكن اقعد واذاكر مع زمايلي واشرح لهم كمان، رغم ان انا يعني كنت مزنوق ويمكن هم بادئين مذاكره من قبلي. اللي ساعدني في ده يا صديقي ان انا ادركت شيء مهم جدا، ان المذاكره يا صديقي محتاجه عقل، لكن العقل محتاج حاجات تانية. لان انت يا صديقي بتتكون من 3 حاجات: روح وجسد وعقل. ما ينفعش يا صديقي تيجي النهارده تهتم لي بحاجه واحده منهم بس وتهمل الحاجتين التانيين وتستنى ان هي تديك احسن اداء. يعني ما ينفعش النهارده ابقى متجاهل الروح ومتجاهل الجسد واجي اقول لك انا عقل هيبقى جامد جدا وهدخل اذاكر اكسر الدنيا وافهم كل حاجه. صعب يا صديقي. ولذلك يا صديقي لازم تهتم بالروح وبالجسد وبالعقل يا صديقي عشان تعرف تذاكر والكلام اللي انت تذاكره يدخل دماغك ما يخرجش منها تاني. انا مش فاهم منك حاجه يا طارق، وضح لي اكتر. هاجي اقول لك يا صديقي دلوقتي لو انت بتتابع كوره، عندنا يا صديقي في الكوره نجمين مهمين جدا زي ميسي وكريستيانو. طبعا يا صديقي انت اكيد معترف ان واحد فيهم اسطوره، ده لو ما كانش الاثنين. فدلوقتي يا صديقي لو انا جبت لك امهر لاعب في العالم منهم وقلت له تعالى انزل العب، طبيعي يا صديقي ده واحد يعني ما شاء الله عليه ومشهور وكوره ومهارات واداء حاجه يعني الله اكبر. بس افرض يا صديقي اللاعب ده نزل يلعب وهو عنده شد في العضله ولا عنده صليبي مثلا، هيقدر يلعب يا صديقي؟ اكيد لا، لان عنده صليبي في رجله خلاص بقى فيها قطع في الاوتار والدنيا صعبه ومش قادر يجري حتى. ازاي هيلعب كوره رغم ان هو امهر لاعب في الدنيا كلها؟ اهو ده نفس الموضوع يا صديقي. انت لما بتروح تذاكر وانت عقلك اللي هو هنا بنمثله بامهر لاعب، عقلك ده حلو جدا وفي المذاكره جميل جدا، بس انت روحك تعبانه او جسمك تعبان، اللي هو هنا يا صديقي كنا بنتكلم ان هو الشد العضلي او الصليبي. اكيد يا صديقي مهما كان عقلك ده قوي مش هتقدر تعمل حاجه، او ادائك هيبقى ضعيف قوي. ولذلك يا صديقي حلقه النهارده هتتقسم على 3 اجزاء. الجزء الاول ان احنا ازاي نظبط الجانب الروحي بتاعنا، والجزء الثاني ازاي نظبط الجانب الجسدي بتاعنا، والجزء الاخير ويعتبر بقى الاهم بالنسبه لك ازاي بقى تذاكر بجد وازاي تلحق تلم المواد دي. بس انت لو ما عملتش الحاجتين اللي قبلهم يا صديقي يبقى التالتة دي في الفاضي ومش هتقدر تعملها زي ما انا هقول لك عليها. فدلوقتي ما نضيعش وقت وندخل على اول جزء معانا، هو الجانب الروحي بتاعك يا صديقي. الجانب الروحي هنا يا صديقي بنحسنه بعلاقتك بربنا، ودايما يا صديقي لازم تفتكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني انت دلوقتي يا صديقي عندك ازمه كبيره جدا، اللي هو انت لسه لك حوالي شهر وتدخل على الامتحانات بتاعتك، وانت ما شاء الله في ازمه كبيره جدا ومش عارف ازاي تخرج منها لانك ما لحقتش تذاكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله انت بس والمخرج هيجي. هتعرف تذاكر وهتعرف تحل، بس اتق الله. يعني ده المفتاح بتاع الحل بتاعك يا صديقي، انك تتقي الله. واعرف يا صديقي ان العلاقه بينك وبين ربنا مش صلاه بس، ده الصلاه دي هي بسم الله الرحمن الرحيم هي البدايه والاساس، لكن عندك حاجات تانية لازم تهتم بيها غير الصلاه، او عشان اكون دقيق بجانب الصلاه، زي يا صديقي الزكاه. بتدفع صدقات وزكاه علشان بنيه ربنا يسهل لك امورك والمنهج كده يمشي وتذاكر وتبقى شاطر وتتخرج وتجيب مجموع.
بتعمل حاجات طيبه بنيه خالصه، حاجه يا صديقي زي بر الوالدين وصله الرحم، حاجه زي غض البصر، حاجات كتيره يا صديقي لما تعملها هتبقى العلاقه بينك وبين ربنا احسن كتير. وساعتها يا صديقي يبقى انت فعلا اهتميت بالجانب الروحي بتاعك، والجانب الروحي بتاعك اصبح صافي وجميل وجاهز انك تعيش حياتك بقى وتذاكر وتعمل كل حاجه، عشان انت من جوه من هنا مرتاح، مفيش دوشه جواك ومفيش اضطرابات ومفيش قلق ومفيش خوف. ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليك سكينه، راحه كده واطمئنان، تلاقي ان انت وانت بتذاكر انت مطمن واثق في ربنا. انت دلوقتي بتسعى وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكلل سعيك ده بالنجاح والتفوق. لكن ما تنساش يا صديقي انك لازم تاخد بالاسباب، وده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي في الجزء الجسدي والجزء بتاع المذاكره. يعني ما تجيش تقول لي انا هصلي بس يا طارق مش هذاكر وانا كده اتقيت الله وكده ان شاء الله هلاقي مخرجه بقى وهنجح وهعمل كل الحاجات دي. لا يا صديقي، ده هنا اسمه تواكل على الله مش توكل على الله، وفي فرق كبير يا صديقي ما بين التوكل والتواكل، فلازم يا صديقي تاخد بالاسباب. تاني جزء معانا يا صديقي هو الجزء الجسدي. لازم تهتم بجسمك يا صديقي، واول حاجه الطلاب اغلبهم بيبوظوها هو نظام النوم بتاعك. يجي الطالب يصحى لي من بدري يروح الدروس ويروح المدرسه او يروح الجامعه ويرجع يذاكر وعنده مشاوير وغير الاكل والشرب والسهر مع اصحابه والانترنت والسوشيال ميديا، الاقي نفسه صاحي بدري ونايم متاخر. يجي تشوف انت نمت كام ساعه، 4 ساعات او 5 ساعات بس نوم متقطع، بقوم وبنام وبصحى وبنام الظهر وبصحى العصر وحاجات كده غريبه. نظام نومك بايظ، او الناس بتسهر بالليل وبتنام بالنهار. نظام النوم بتاعك يا صديقي بايظ على الاخر. طب ازاي جسمك ده هيبقى قادر يركز ويستوعب المعلومات وهو اصلا منهك وتعبان؟ فاول حاجه يا صديقي لازم تنظم النوم بتاعك، وساعات النوم بتاعتك تكون حوالي 7 ساعات عشان تنام مرتاح يا صديقي. ده المعدل كده المتوسط اللي المفروض ان هو الصحي لجسمنا كلنا. غير يا صديقي ان انت لازم تهتم بالاكل بتاعك. للاسف لان اغلبنا طلبه فبنروح الجامعات بتاعتنا او الدروس او المدرسه، اغلب اكلنا دلوقتي اصبح من بره البيت. بتجيب بقى البطاطس السوري على الشاورما، على بنروح نجيب البرجر اللي مش عارف ايه، وطبعا احنا مقاطعين يعني حتى اللي انت عايزه بقى بوظ اللي تبوظه، بس احنا مقاطعين ما تنساش. فتلاقي يا صديقي ان انت خلال الدرس بتاعك ولا المحاضره بتاعتك قعدت تجيب اكل من بره وبتاكل اكل من بره، وبتروح في الاخر شبعان فما بتاكلش من اكل الحاجه وبتدخل تنام، او بترجع تعبان وخلاص انا اكلت بقى ومش عارف ايه هاخد كده حاجه بخش انام. فانت يا صديقي ما ينفعش تعتمد على الاكل اللي هو الجونك فود ده او الفاست فود ده، اللي هو الاكل السريع اللي هو فيه نسبه دهون عاليه وما فيهوش اكل صحي وما فيهوش غذاء، فانت كده بتبوظ جسمك وبتبوظ صحتك. امال يا طارق اعمل ايه؟ لازم يا صديقي تبدا تاكل اكل صحي، ولازم يا صديقي تبدا تاكل وتدخل في اكلك سمك حتى لو ما بتحبوش، لان السمك بيساعد الذاكره. سمك زي السلمون والسردين والتونه. وكمان حاول تاكل مكسرات، وكل خضار وفاكهه. عندك الفراوله والسبانخ والبطاطا المسكره يا صديقي، الحاجات دي مفيده جدا. وكمان البيض والفاصوليا يا صديقي والشوفان كمان. وفي وسط كل الاكل ده يا صديقي ما تنساش تشرب. كليتك بتستغيث يا صديقي، اشرب بالله عليك. وحاول يا صديقي تعمل تمارين في يومك حتى لو خفيفه، حتى لو هتنزل تتمشى 10 دقائق. وافتكر دايما يا صديقي ان العقل السليم في الجسم السليم. ازاي عقلك ده هيركز وهيذاكر وهيستوعب وهيلم المنهج وانت جسمك تعبان ومنهك وصحتك تعبانه؟ فدلوقتي يا صديقي احنا اهتمينا بالجانب الروحي بتاعنا واهتمينا بالجانب الجسدي بتاعنا، كده احنا عقلنا جاهز للمذاكره يا صديقي. فعلا ندخل بقى للجزء المهم بتاعنا، تذاكر ازاي وتعمل ايه يا صديقي عشان بقى تلحق تلم المنهج ده. اول حاجه يا صديقي احنا معانا دلوقتي وقت محدد، لسه على الامتحان شهر، اسبوعين، 3 شهور، شهرين، 10 ايام. احنا خلاص عارفين احنا لسه في الامتحان حوالي قد ايه، فما ينفعش دلوقتي خالص نشتغل بشكل عشوائي. يعني انت لو لسه في اول السنه واشتغلت شغل عشوائي عادي وتلحق تلم الدنيا لان لسه معاك الترم بحاله، لكن انت خلاص دلوقتي بتتكلم في الوقت الضايع. انا لسه على الامتحان بتاعي طارق حوالي شهر او 3 اسابيع، يبقى انت لازم يا صديقي تحط خطه للمذاكره بتاعتك. انا معايا 3 اسابيع يعني 21 يوم، عندي 10 فصول مثلا، ازاي هوزع ال10 فصول دول على ال 21 يوم دول؟ لما تعمل كده يا صديقي هتبقى عارف راسك من رجليك، مش هتنسى تذاكر اي جزئيه خالص لانك عارف انت هتذاكر كل يوم ايه بالظبط. هيبقى عندك خطه يا صديقي وهدف محدد بتصحى كل يوم عشان تنفذه، فمش بتنام غير لما بتعمله. ولو اتبقى منه جزء صغير بتقدر تعمله في اليوم التاني لانك ماشي بورقه وقلم وعارف انت رايح فين وجاي منين. وعشان يا صديقي انا عارف ان الجداول دي بتاخد مننا وقت كبير، مش هطلب منك انك تقعد تسهر لي ساعه وساعتين بتعمل لي في جدول. اعمل جدول يا صديقي اسبوع باسبوع
اسبوع او يوم بيوم وحط فيه اهداف بسيطه. انت لو وزعت المنهج بتاعك يا صديقي على الايام دي صح، هتلاقي ان الدنيا كده مريحه احسن ما انت عايز تخلص لي ماده كامله في يوم واحد. خليك منطقي شويه. وتاني حاجه يا صديقي لازم تهتم بالاولويات، يعني ما ينفعش اضيع اسبوعين من 3 اسابيع في مواد سهله وحاجات انا اوريدي عارفها ومذاكرها 600 مره قبل كده ومش محتاجه مذاكره اصلا، انا لو قراتها هفهمها. فالاولويات يا صديقي بتقول لك ابدا بالصعب وابدا بالتقيل، عشان انت هتبدا يا صديقي وانت عندك لسه الطاقه والحيويه والحماس بعد فيديو طارق، فانت هتروح تكسر الدنيا. زي ما انت دلوقتي هتنزل تكسر لي زرار اللايك ده من كتر ما تضغط عليه وتعمل لي تعليق حلو، يعني لسه مكمل الحلقه لغايه دلوقتي وما عملتش لايك ليه؟ انزل اعمل لايك واكتب لي الحمد لله عشان اعرف انك مكمل الحلقه لغايه دلوقتي. فلو انت صديقي بدات بالحاجات السهله هتبدا تضيع فيها مجهودك وطاقتك، فلما هتيجي بقى للحاجه الصعبه مش هتقدر يا صديقي تعملها لانك ضيعت طاقتك وشتتها بين حاجات كتير سهله. لكن الاحسن يا صديقي انك تبدا بالتقيل وتبدا بالصعب وانت لسه فيك طاقه وحيويه وحماس وكل حاجه جميله. فساعتها حتى لو اتبقى معاك شويه طاقه قليلين قوي هتقدر تخلص بيهم المواد السهله والحاجات السهله اللي لسه دي. وعلى الاقل يا صديقي حتى لو الوقت زنقك وما لحقتش تخلص كل الحاجات دي يا صديقي، يبقى انت داخل الامتحان معاك الحاجات التقيله، الحاجات اللي بيجي منها اغلب الامتحان، والحاجات السهله دي بيجي منها نقطه ولا نقطتين ولا درجه ولا درجتين، خلاص استعوض ربنا فيهم. بس احسن ما تقعد تذاكر لي في حاجات سهله بتجيب لك 5 6 درجات وتسيب الاسئله اللي بيجي عليها 20 درجه و50 درجه وعليها الامتحان كله. ثالث حاجه صديقي لازم تحدد الادوات اللي انت هتذاكر بيها، ولازم تحدد المصادر اللي هتذاكر منها. الادوات يا صديقي اللي هو الاقلام اللي هتستخدمها، الاستيكه، الورق، كل حاجه انت محتاجها، بحيث ان انت لما تقعد تذاكر كل حاجه حواليك ما تجيش تذاكر بقى تقول يا نهار ابيض نسيت اشتري قلم ازرق، اصل القلم ده شطب، يا نهار ابيض ده انا محتاج ورقه اكتب فيها، هقوم بقى اجيب من اخويا ورقه. لا يا صديقي، انت طالما قعدت فانت معاك كل ادواتك عشان ما تقومش تاني، عشان ما تبداش تتشتت، ولسه هنتكلم عن التشتت ده دلوقتي. وكمان يا صديقي زي ما بقول لك تجهز المصادر بتاعتك، انا هذاكر من ريكوردات الدكتور ولا كتاب المحاضرات بتاعي ولا المذكره بتاعه المدرس بتاعي ولا عامل انا ملخصات ولا ايه بالظبط. وبتجمع الحاجات دي حواليك يا صديقي عشان برضو لما تقعد تذاكر ما تقومش تاني عشان تجيب اي حاجه، تبقى انت مركز. والخطوه اللي بعد كده يا صديقي ابتعد عن المشتتات. ساعات كده يا صديقي لما تقعد تذاكر تبدا خلاص عقلك عايز اي حاجه يقومك من على المذاكره. طارق انت دلوقتي لازم تروح تخلص المشوار اللي طلب منك من 10 سنين وانت رفضته، وده انسب وقت انك تروح تخلصه. طارق انت دلوقتي لازم تروح تزور خالتك عشان بقالك 6 شهور ما زرتهاش. يا طارق المسلسل اللي انت بتحبه اول حلقه منه هتنزل النهارده. استنى بس، ده اول حلقه تنزل النهارده وما انا بحبه ازاي؟ مالكش دعوه، انت بتحبه قوم شوفه دلوقتي. فاول ما بتقعد تذاكر يا صديقي دماغك بيقعد يشتتك، قوم اعمل، قوم سوي، روح مش عارف ايه عشان تقوم من على المذاكره وخلاص. نفس اماره بالسوء يا صديقي. فالحل يا صديقي اللي انا بلجا ليه، وطبعا المتابعين معانا هنا في القناه عارفينه، هي ورقه المشتتات. بجيب ورقه حلوه جنبي وبجيب قلم، واي حاجه بتشتت دماغي بكتبها في الورقه دي. يعني انا دلوقتي دماغي قال لي ان في فيلم حلو هيبدا النهارده لازم اشوفه، فاكتب كده ان فيلم كذا 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 انا عايز اشوفه، واقعد اذاكر واقول ان شاء الله لما اخلص مذاكره هقوم اجيبه بقى من على النت، هقوم اشوفه على القناه اللي هو شغال عليها، هشوفه في الاعاده، بس خلاص هبقى اشوفه ان شاء الله. فانت بتسكت دماغك ده، بتاخده على قد عقله يعني من الاخر. فبتلاقي الموضوع ده صديقي بيصفي ذهنك وبيخليك مركز اكتر على المذاكره بتاعتك. النصيحه اللي بعد كده صديقي رقم 5 انك تخصص مكان للمذاكره بتاعتك. بلاش تذاكر يا صديقي في اي حته كده، خصص ركن في الاوضه بتاعتك، خصص ترابيزه معينه، خصص كرسي معين، خصص حته معينه، وحاول ما تبقاش على السرير عشان السرير بيشجعك على النوم، بالذات واحنا بقى داخلين في شتاء وبرد وحاجات من دي. انك تخصص مكان للمذاكره صديقي ده بينعش تفكيرك ان هو ده المكان بتاع المذاكره، يبقى احنا دلوقتي هنذاكر. اللي هو احنا متعودين طالما طارق قاعد في الحته دي يبقى هو قاعد عشان هيذاكر. جسمك كله بيتحفز وقتها يا صديقي للمذاكره وبيبقى مستعد فعلا انك تذاكر. الموضوع ده هيفرق معاك جدا انك تحدد مكان معين للمذاكره، انك تحدد لمبه معينه بتنورها لما بتذاكر او باجوره مثلا او اي حاجه. واهم حاجه يا صديقي انك لما تيجي تذاكر حاول تذاكر 45 دقيقه متواصله بدون اي فواصل بدون اي مشتتات، وريح لك ربع ساعه، لان انت جسمك يا صديقي زي البطاريه، ما ينفعش البطاريه تقعد تنقص 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 وتبقى فاضيه وانت مكمل فتح الموبايل بتاعك. لا، الموبايل بتاعك محتاج يشحن. فانت بتقعد 45 دقيقه بتذاكر وبتريح في الربع ساعه دي، بتحاول تتمشى في الاوضه، تاخد نفسك، تقوم تطمن على اهلك، تعمل حاجه بسيطه بس ما تفتحش سوشيال ميديا واي حاجه ممكن تشدك تقعد نص ساعه وساعه وساعتين. او لو انت مش متعود اصلا على المذاكره وبتذاكر بالعافيه ممكن ما تخليهمش 45 دقيقه، ممكن تذاكر 30 دقيقه وتريح 10 دقائق، وبعد كده بترجع تذاكر تاني 45 دقيقه جداد او 30 دقيقه جداد على حسب انت بتستحمل لغايه فين. لو مشيت بالشكل ده صديقي اوعدك ان انت الفتره القليله اللي قبل الامتحانات هتقدر تنجز فيها جزء كبير جدا وتنتج كميه كبيره جدا من المذاكره، لانك دلوقتي مهتم بروحك، جسدك،
عقلك، وكمان عارف ازاي تذاكر وتحدد اولوياتك وتظبط نفسك كده يا صديقي عشان مفيش حاجه تشتتك او تمنعك من المذاكره. لو عندك اي سؤال اي استفسار، بتنسى مثلا وانت بتذاكر، عايز خطه مذاكره، ابعت لي كده على الانستجرام قول لي والله يا طارق انا مواعيدي كذا 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 اعملها ازاي، تقدر يا صديقي تكتب لي تحت في التعليقات وانا اعمل لكم حلقات عنها. او لو انت عندك حاجه بشكل شخصي ابعت لي على الانستجرام، وفي هناك سامحوني ضغط كبير من الرسائل فلو اتاخرت عليك سامحني، بس ان شاء الله هرد ونحاول نظبط مع بعض جداول المذاكره بتاعتك. المهم يا صديقي شد حيلك، ذاكر، اجتهد، وصدقني لو لسه نص ساعه على الامتحان فانت لسه معاك وقت تقدر تلم حتى لو معلومه، فما تيأسش وما تحبطش. وما تنساش تعمل لايك، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب واكتب لي تعليق حلو من التعليقات اللي بحب اقراها لكم دايما يا صديقي. ولو عايز تدعمنا تقدر تدعمني عن طريق رقم فودافون كاش الموجود تحت في وصف الفيديو، او تدعمنا بكلمه طيبه تكتبها لنا في التعليقات. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه النهايه صديقي انزل اكتب لي تحت تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه للنهايه. ربنا يا صديقي يجعل لك كل صعب سهل، ويا رب يسهل لك الامتحانات اللي انت داخل عليها ويقويك يا بطل. شد حيلك يا صديقي وشد حيلك يا صديقاتي وان شاء الله خير. اتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم. كان معاكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.